اللي حصل في آخر 2024 ما كانش مجرد سفر، ده كان موجة. ناس كتير فجأة بدأت تحجز لجورجيا، مش بس للهجرة، للهروب من الملفات اليومية اللي خانقاهم. واحد يقولك عايز أسبوع أفصل، يروح يرجع، وبعدين تلاقيه بيقول أحجز تاني ولا زود أسبوعين كمان. جورجيا بقت شبه زرار ريست، الناس بتروح هناك علشان تهدي وتنظف دماغها وتحس إنها في مكان مريح من غير تفاصيل كتير. وهنا نبدأ ندخل في اللي الناس مش بتتكلم عنه قوي. سنة 2025 عدد اللي بيدخلوا البلد بقى أعلى من توقع الحكومة نفسها، وفي مدن معينة عدد الأجانب بقى أكبر من سكان المناطق الأصليين. إيه اللي حصل بعدها؟ أسعار الإيجارات بدأت تعلى بسرعة، محلات بتقفل وتفتح غيرها ب3 أضعاف الإيجار. سكان أصليين بدأوا يتحركوا بره مناطقهم لأن الحياة بقت أغلى عليهم. ده السبب الحقيقي اللي الناس قالت عليه مخيف، إن جورجيا بتتغير أسرع من قدرتها تتحمل. مدينة جميلة وهادية، لكن لو الضغط فيها زاد هويتها نفسها ممكن تتغير.